جاءت امرأة إلى نبي الله موسى عليه السلام فقالت: يا موسى، إنني امرأة لم ألد عقيم، فادعو الله عز وجل أن يرزقني الولد. وكان موسى يكلم ربه، فذهب موسى عليه السلام يدعو ربه عز وجل أن يرزقها الولد. فقال الله عز وجل لموسى: يا موسى، إني كتبتها عقيما. فرجع موسى يخبر المرأة بهذا الخبر أن الله عز وجل قد كتبك عقيما، يعني ما في فائدة. فذهبت المرأة ورجعت بعد زمن فقالت: يا موسى، ادعو ربك أن يرزقني الولد. فتعجب موسى وذهب يكلم ربه، فقال الله عز وجل لموسى: يا موسى، إني قد كتبتها عقيما، يعني خلاص حكمت عليها بالعقم. فرجع موسى يخبر المرأة بهذا، فذهبت المرأة حزينة. وبعد سنة رجعت المرأة تحمل طفلا رضيعا. عجب موسى عليه السلام، قال: يا أمة الله، ما هذا الطفل؟ طفل من هذا؟ قالت: إنه ولدي. قال: ماذا؟ قالت: إنه ولدي. قال موسى عليه السلام: ألم يكتبك الله عقيما؟ قال: نعم، لكنني دعوته فإنه رحيم، وقلت: يا رحيم ارزقني الولد، ورزقني الولد. فرجع موسى يكلم ربه، قال: يا رب، دعوتك فقلت لي أنك كتبتها عقيما، فكيف رزقتها الولد؟ قال الله عز وجل لموسى: كلما كتبتها عقيما قالت: يا رحيم. كتبتها عقيم وهي تقول: يا رحيم، فسبقت رحمتي قدرتي ورزقتها الولد. لا تيأس من رحمة الله عز وجل. لا تقولي ما في فائدة، ولا تقل خلاص ما في شفاء، ولا تقل أنا سوف أموت فقيرا ولن أرزق أبدا. لا تقل هذه الكلمات، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الجأ إلى الله. walaal muuqaalkan hadduu ku soo gaaro faafi khayrka ayaa mudan in la faafiyo. raxmada ilaahayna ha ka quusanin mar walba.